اتجوزته رغم رفض أبوها ليه. أبوها قال لها مش هو ده الراجل اللي أنا أتمناه يكون جوزك. البنت قالت له ماله، ما هو راجل زي كل الرجالة، ده باين عليه طيب. تحت إلحاح منها أبوها وافق واتجوزته. وبعد كام شهر طلقها. رجعت بيت أهلها، رجعت حزينة ومهمومة لحد ما فوجئت إنه جالها وقال لها أنا رديتك. فرحت ورجعت معاه. عاشت معاه سنين بتقول كلها عذاب ومرار، ضرب وإهانة وقلة أدب، وهي مستحملة علشان الناس ما تشمتش فيها وعلشان ما تاخدش لقب المطلقة. جرت الأيام بينهم، جرت الأيام بيهم وهي مستحملاه لحد ما اكتشفت إن البيه ما بيخلفش، ورغم ذلك عاشت معاه. وجرت الأيام وأبوها مات وأمها ماتت، وبعد كده جوزها مات. بكت عليه وصوتت، وأول خميس ليه اشترت حاجات تفرقها على روحه، وجابت مقرئين ومن طيبتها بعد 40 اشترت حاجات، مصاحف و... وامسكيات، حاجات كده روحانيات اشترتها وزعتها عليه. والأذكار بقى وزعتها على روحه، وتقول للناس دي إن شاء الله على روحه بمناسبة المعاش اللي هقبضه. ما أنا من حقي يا جماعة أخد المعاش بتاعه. وراحت التأمينات الاجتماعية علشان تشوف إيه الأوراق والإجراءات اللي تاخدها أو تعملها علشان تاخد المعاش. فوجئت بالصدمة الكبرى لما دخلوا على السجل وعلى الصفحة بتاعته لقوها مطلقة. قلت لهم ازاي؟ اقولها روح السجل اتأكدي. جريت على السجل المدني، اكتشفت فعلا انها مطلقة. الست جالها حالة ذهول، بتقول ازاي انا متطلقة منه؟ انا ما اتطلقتش غير من 39 سنة اول ما اتجوزته وردني. قالوا لها انت متطلقة من 39 سنة، بقالك 39 سنة مطلقة. الست ظهرت على الفيس في فيديوهات بتعيط، بتقول 39 سنة عايشة والعياذ بالله في الحرام. 39 سنة أنا مش مراته. إزاي؟ كان بيخدعني، كان بيضحك عليا، ده أنا شفت معاه المر كله، ده أنا استحملته رغم إنه ما بيخلفش، ده أنا كلام كتير يوجع القلب. اللي يحزن تعليقات الناس ليها. ما هم في ناس شطار قوي إنهم يكونوا جلادين للغير. اللي يقول لها يعني انتوا ما خلفتوش ورحت تأيدي ولادك، ما طلعتيش لهم شهادات ميلاد؟ طب ما الست قايله في الفيديو انه ما بيخلفش. واللي يقول لها يعني يطير لي 39 سنه ما طلعتش بطاقه، وارد جدا انها ما طلعتش بطاقه. ما في ناس عايشين بسجيتهم. عارفين القصه دي؟ قلت احكيها لسبب. في ناس كتير، احنا مش ملايكه، بتطلق
وهنا مربط الفرس، لما يجي طليقها يردها. لو الطلاق زي ما الشيوخ بيقولوا تم على ايد مأذون، لازم الرجوع يتم على ايد مأذون، يتم عن طريق المأذون، يكون بورق رسمي يضمن حق الست. لكن لو الطلاق شفوي، يعني الراجل قال لها روحي وانت طالق ودي اول طلقه ليها، الشيوخ اجمعوا انه لو جه كلمها وطبطب عليها خلاص هو كده ردها. فهو الواضح والله اعلى واعلم، عشان ما نرتبش الراجل، هو في دار الحق واحنا في دار الباطل، انه طلقها على ايد مأذون، وما رجعها كده بالمحبه ودي، وهي واهلها ما سألوش القسيمه فين. احيانا عارفين طيبه الانسان بتضيع حقه. علشان كده لازم ننتبه للموضوع ده. لو لا قدر الله اي حد طلق او اي ست اتطلقت، يا جماعة لازم تشوفي قسيمة الجواز تضمني حقك. طبعا الست اللي قاعدة تعيط وتقول صاحبة المشكلة ان انا كنت عايشة معاها 39 سنة في الحرام، ان شاء الله لا يا امي، انت ما كنتش تعرفي. تاني حاجة اساس الجواز الاشهار، اهلك واهله والمنطقة كلها، البلد اللي انتوا كنتوا فيها عارفين انك انت مراته. فمن ناحية ان شاء الله الشرعية انت مراته، لكن احنا بنتكلم عن الناحية القانونية. ست بتقول انا مش عارفة اخد معاش ابويا ولا معاش جوزي، وما معيش فلوس ان انا اجري على تخليص الورق. انا من رأيي يا امي تشوفي محامي من بلدكم يشوف اجراءات المعاش ويخلصها، ويبقى ياخد اتعابه من اول ما تاخدي المعاش. طبعا سهل جدا ان طالما متأيد انك انت مطلقة، سهل جدا يطلع قسيمة الطلاق وبيها تاخدي معاش والدك. لكن معاش جوزك اعتقد هيبقى صعب قوي، لانه يحتاج جلسات ومحاكم تثبت وشهود وكلام من ده. فانتي مبدئيا خدي معاش ابوكي، وبعد كده شوفي المحامي ايه امكانية انك انت تاخدي معاش جوزك. ساعتها التأمينات الاجتماعية بتيجي تفاضل ما بين المعاشين والدك وابوكي، ويشوفوا انهي اكبر ان انت تاخديه. لو انت لقيتي معاش والدك اكبر، خلاص كبري دماغك من ناحية معاش جوزك المرحوم، وربنا يعوض عليكي في خدمتك ليه 39 سنة، ويعوض عليكي على اللي انت شفتيه معاه. بس انت غلطتي ان انت استحملتي بهدلة وقلة ادبه وشتمته، وكمان ما بيخلفش. ايه اللي كان جبرك؟ كلام الناس انه يقولوا مطلقة ما يقولوا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قايل لنا بسم الله الرحمن الرحيم ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. يعني حللوا، والطلاق للضرورة القصوى، مش عمال على بطال الناس بتطلق. انا عارفة الطلاق بيبقى صعب، وصعب بيبقى على الست، لان الست بطبيعتها عارفين بتتأثر بالعشرة، حتى لو زوجها ده ابن 60 في 70. الست بتبقى على العشرة وعلى المودة، فبيصعب عليها كلمة مطلقة. لكن هي كل ست بالنسبة لي ومن رأيي لو هي مش مرتاحة في حياتها تطلب الطلاق. ما تقولش بقى كلام الناس وهيقولوا مطلقة ومش مطلقة. يا جماعة الضغوط النفسية بتأثر على صحتنا، الواحدة بتتحمل فوق من طاقتها، وفي الآخر والعياذ بالله الأمراض بتمسكها. طب إيه اللي جابركوا على كده؟ ما هو يا إما العيشة عارفين
بالمودة والرحمة زي ما ربنا قال لنا، يا إما كل واحد يشوف حاله. لكن أنا مستغربة بصراحة من جوز الست، إن ربنا سبحانه وتعالى ما منش عليه بالخلفة، كان المفروض بقى يحتوي مراته ويعاملها على إنها بنته، مش يقل أدبه ويشتمها ويضربها ويهينها. إيه يا جماعة؟ عاملوا الستات بحنية، بمودة. ده رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال لنا استوصوا بالنساء خيرا. فأرجوكم، الستات محتاجة شوية حنية، شوية حب، وهتاكلوا عقولهم بالساهل. أما بالنسبة لموضوع أختنا، فياريت يكون ده درس للكل، لينا كلنا، إن احنا زي ما بقول لكم نحاذر بعد كده. ربنا يبعد عننا جميعا خراب البيوت والطلاق، بس لأسوأ الظروف لو تم الطلاق على ايد مأذون، لازم كل واحدة تتأكد انها رجعت على ايد مأذون، ما يجيش يقول لها انا رديتك وخلاص. انتم ايه رأيكم في حكاية الأخت دي؟ مستنية تعليقاتكم. سلام.